السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قلوب مليانة حب وفخر بنقرب من نبع السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة من رب السماء لخير خلقه. وما كانش خلق النبي صلى الله عليه وسلم مجرد كلام حلو أو تصرف لطيف كده وخلاص، ده كان تجسيد حي للقرآن، كأنه ماشي على الأرض، كأنه آية بتنور الطريق للناس. كل حركة منه، كل كلمة كانت بتشرح معنى الرحمة، وتعلمنا ازاي نعيش الدين مش بس نقوله. النهاردة احنا بنبص على جزء صغير من بحر أخلاقه اللي غرق قلوب العالمين قبل ما يفتح حصونهم. أخلاقه كانت مفتاح للناس، كانت دعوة من غير ما ينطق، وكانت دايما سبب في ان القلوب ترتاح وتطمئن. هو فعلا الرحمة المهداة. علمتنا ان القوة مش في الصوت العالي ولا في الجدال، لكن في اللين، في الحنية، وفي الصبر اللي بيغير النفوس. أولا رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى وصفه في القرآن وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني مش بس رحمة للمؤمنين، لا، ده رحمة للناس كلها، للصغير قبل الكبير، للمؤمن والكافر، للإنسان والحيوان، لكل مخلوق بيتنفس على الأرض. الرحمة دي ما كانتش حاجة بيعملها أوقات ويوقفها أوقات، دي كانت جزء من روحه، من طبعه، من طريقته في الحياة. رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحن الناس على الأطفال، بيحضنهم، يلعبهم، ويقبل أحفاده. وكان لما يسمع طفل بيعيط في الصلاة يخففها علشان ما يتعبش أمه. شوف الرحمة وصلت لفين. حتى في العبادة كان بيحس بالناس ويطبطب عليهم من غير ما يتكلم، وكان بيشيل أحفاده وهو بيصلي. رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء والضعفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقول: استوصوا بالنساء خيرا، يعني خليهم دايما طيبين معاهم، فاهمين احتياجاتهم، مقدرين تعبهم. مكانش بس بيقول الكلام ده كان بيعيشه في بيته، بيشارك زوجاته في شغل البيت، يقعد معاهم، يسمعهم، وكان دايما يوصي باليتامى والمساكين والأرامل، ويبشر اللي يكفلهم بأجر كبير عند ربنا. يعني الرحمة عنده ما كانتش بس في الكلام، دي كانت فعل، وكانت منهج حياة. رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان والجماد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يرضى بأي ظلم حتى لو على حيوان. مرة دخل بستان لقى جمل بيئن من الجوع والتعب. عين النبي صلى الله عليه وسلم دمعت، مسح عليه لحد ما هدي، وقال لصاحبه: أفلا تتقي الله في البهيمة دي اللي ربنا ملكك إياها؟ يعني الرحمة توصل للحيوان وتبقى سبب في رضا ربنا. وحتى الجماد كان بيحس برحمته. الجذع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب عليه لما سابه وانتقل للمنبر، الصحابة سمعوا صوت بكاء منه، والنبي صلى الله عليه وسلم راح له، مسح عليه فسكن. شوف الرحمة وصلت لفين. حتى الجماد اشتاق له. رحمته صلى الله عليه وسلم بالأعداء. وأعظم مشهد للرحمة كان يوم فتح مكة. الناس اللي أذوه وطردوه حاربوه، وقف قدامهم وسألهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فابتسم وقال كلمته اللي خلدها التاريخ: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. غفر لهم كل حاجة وسابهم يختاروا، فدخلوا في دين الله أفواجا. ما كسبهمش بالسيف، كسبهم بأخلاقه وبرحمته، بقلبه اللي كان دايما مفتوح للناس كلها. خلقه صلى الله عليه وسلم في التعامل والقول. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما مثال دال، لا كان فظ ولا غليظ ولا بيجرح حد بكلمة. كان بيعفو عن اللي يسيء ويصفح عن الجاهل، وكأن الرحمة ساكنة في قلبه وبتطلع في كل تصرف. الصدق والأمانة. قبل ما يكون نبي الناس كانت بتسميه الصادق الأمين، وفضل محافظ على الوصف ده حتى بعد ما بقى رسول، وقائد. عمره ما كذب ولا خان ولا غش، وكان دايما واضح وصادق في كل حاجة. التواضع. كان بيقعد وسط أصحابه كأنه واحد منهم، لا بيتفاخر ولا بيتعالى، ويزور المريض ويشيع الجنازة ويقبل دعوة المسكين كأنها أغلى عزومة في الدنيا. التواضع عنده مش بس سلوك، ده كان أسلوب حياة. الكرم والشجاعة. كان أجود الناس، ما يردش حد طلب منه حاجة، ولو ما عندهوش يواسيه بكلمة طيبة. وفي المعارك كان دايما في الصفوف الأولى، بيشجع أصحابه وبيطبطب عليهم وقت الشدة، وكان قلبه حسن أمان ليهم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد حكايات من زمان، ده نور بنمشي بيه وسط عتمة الدنيا. كل موقف فيها درس، وكل خلق منها طريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوة حسنة في كل حاجة. كزوج بيحن، كأب بيطبطب، كقائد بيعدل، كصديق بيشارك، كجار بيحترم. حتى في السوق كان بيتعامل بأخلاق عالية، يعني نقتدي بيه في كل تفصيلة من حياتنا. ولو بنحب النبي بجد لازم نقتدي بيه ونتبع سنته ونحاول نعيش أخلاقه. المحبة مش بس كلام، ده فعل واتباع. أخلاقه صلى الله عليه وسلم هي مفتاح السعادة في الدنيا وطريق الفلاح في الآخرة.
لأنها أخلاق رفعت أمة وخلتها تبقى منارة في التاريخ. فليكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نجمنا اللي بنهتدي بيه والمثل الأعلى اللي بنسعى نكون زيه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.